مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. والنهارده هعمل لكم ريفيو عن جبنه موتزاريلا ميلكي بلس. طبعا ميلكي الحمراء موجوده في السوق بكثره، لكن طلعوا منتج جديد منه اسمه ميلكي بلس هاي كواليتي، جودته عاليه. كلنا بنحتار، وانا كواحده بحب اعمل معجنات في البيت بحتار في نوع البيتزا، وبجيب بيتزا كتير جدا وخصوصا من المحلات السوري. ما بتشدش ويقولوا عليها كويسه وحلوه وبتاع. انا جربت الحمد حلو، الاطباق حلو، فقلت اجرب ميلكي، وبالصدفه بس وقع قدامي الميلكي دي الخضراء. فالمهم ايه، قلت اجربها لان انا اسمع جوده البيتزا الموتزاريلا ما بتكون لونها اصفر، عشان هي بتتعمل مفروض من اللبن البقري. الكلام والنسب اللي محطوطة عليها ورا أنا مفهمش فيها قوي، بس هي نفس الكلام اللي على الحمد، لأن أنا قارنتها بجبنة الحمد. فيها زيوت، فيها ألبان بقري وجاموس. سعرها طبعا أعلى من الملكي الحمراء لأن دي جودتها أعلى. الملكي الحمراء بتتراوح في السوق من 120 لحد 120 سعرها، حسب بقى اللي يخليها 110 115 120 حسب بقى التاجر. أنا هنا كنت عاجنة بيتزا، طلعت البيتزا اهيت وقلت أجرب عليها الجبنة. أول ملاحظاتي للجبنة وأنا بفتح الكيس، أنا مطلعاه طبعا بره التلاجة الفريزر بتاعت 4 ساعات. الجبنة عاملة زي الشرايط الطويلة كده، بعكس أنواع الجبن التانية شرايطها أقل من دي في الطول. تتكي على الجبن التانية تحسي إنها بتدوب في إيديكي، لا الجبنة دي متماسكة، يعني بتتكي عليها عاملة زي إيه، مأستكة كده، زي ما بيقولوا مأستكة. خلاص حطيتها على البيتزا ودخلتها الفرن، ونشوف كده هتطلع من الفرن شكلها ايه. طبعا انا حطيت على البيتزا كلها وسويتها اهيت تحت الشوايه كده. يا دوبك البيتزا بحطها الجبنه في اخر مرحله عشان تسيح. هقطع بقى البيتزا وهقول لكم. هي الجبنه بتطلع سايحه في مكانها، يعني الحته اللي بتحطيها فيها الجبنه او شرايح الجبنه، شوفوا ما بتسيحش على الفراغات اللي جنبها زي الجبن التانية اللي بتملى الحمدة والأطباء تتوزع. بس كطعم جبنة طعمها حلو جدا، حاسة فيها بنسبة دسامة عالية، حتى لما تيجي تمسكي البيتزا بإيديكي كده تاكليها حاسة إنها فيها دسامة عالية، فيها مطة وكل حاجة، بس في مكانها، يعني تشدي القطعة في مكانها تطلع لك مطة، ما بتسحش على الجناب. هي العجينة بتاعتي طبعا ناجحة، وده هنزلها لكم في فيديو البيتزا. سعر الكيس دوت ب140 جنيه، وساعات يوصل ل100.